ايه الجحود ده؟ والله العظيم بجد ايه الجحود ده؟ شاب بيطرد امه المسنه اللي ماشيه على العكاز، ركزوا كده في الفيديو تلاقوها ماشيه على العكاز مش قادره ان هي تسلب طولها ابنها اللي هو المفروض سندها وظهرها في الدنيا. يعني الست اللي ما بتجيب ولد بتبقى فرحانه جدا ان هي بتجيب ولد، تقول لك لا ده انا اروح عند ابني سندي اللي هيعولني اللي هيخاف عليا اللي هيقدرني. المهم السند اتقلب عليها وما بقتش مسنوده عليه، وجه الفجر يطردها. امه في دار السلام في دور ارضي قرر ان هو يطرد امه الفجر، وراح جايب الشنطه وراح رميها في وشها وبدا ان هو يهوشها ان هو يضربها، لكن هو ما ضربهاش. بس انت بتهوش امك، انت بترهب امك، انت بتخوف امك. وقال لها والله ما هباتي، وشتمها بالفاظ وقال لها والله ما هباتي، وهي قالت له خلاص والله مش هبات، انا هروح دار مسنين. هي وصلت لكده معانا ولملها هدومها في كيسه بلاستيك. هي دي الحمل 9 شهور، السهر، الرضاعة، السخونية، تغيير البامبرز، كل حاجة. دي الأم، دي اللي مسكت ايديها وخطيت أول خطوة، دي لو كنت بتقع كانت أول واحدة في وسط 100 قاعدة تقوم تجري تشوفك ايه اللي حصل لك. هي دي الأم. هو ايه اللي حصل؟ ده منزلة الأم والأب دي عالية، يعني المفروض ان انت ما تجيش جنبها أبدا. ده ربنا سبحانه وتعالى قال لك طيع أمك وأبوك في كل حاجة إلا الشرك بالله، وهي أكيد ما قالت لكش اشرك أكيد. فايه اللي بيحصل ده؟ زي برضو الولد اللي قتل باباه وخلى مامته في العناية المركزة وكسر دراع اخته. وفي الاخر بقى في ناس، معلش انا هدخل ده في ده، زعلانة قوي على سارة خليفة. انتوا شايفين المخدرات او الغير المخدرات؟ يعني دول لو هما شاربين مخدرات، هو برضو المخدرات دي على فكرة انا قلت ان هي مش شماعة. يعني هي مش شماعة انا اعلق عليها ان هو ده شرب مخدرات مش بعقله، لا هو راح شربها وهو بعقله. هو مش مولود مش بعقل، هو مش مولود مدمن، لا هو مولود بني ادم عادي، هو بقى مدمن بمزاجه بعقله. فشفتوا اللي زي امثال سارة خليفة وامثال تجار المخدرات اللي بيخلوا الشباب حرفيا مش شايفين قدامهم يعملوا ايه؟ ازاي بتتعاطفوا معاهم؟ فاكرين الشابين بتوع جمال عبد الناصر اللي هم طلعوا في الاخر اخوات، اللي بقوا اللي هم كانوا في بعض في الشارع والناس حرفيا كانت بتصرخ وافتكروا ان واحد فيهم مات، وفي الاخر قاموا مش حاسين بحاجه وقاموا مشوا الاتنين مع بعض مغيبين. انتوا بتتعاطفوا مع مين؟ هي عشان خدت اللقطه وقامت تصلي جوه يعني الحبس. انت كنت فين وفي ملايين كل يوم بتموت؟ كنت فين؟ كنت فين وفي كل يوم بيوت بتتخرب؟ اذا كان بقى ست بتطلق من جوزها اللي بيشرب مخدرات، اذا كان واحد بيقتل حد، اذا كان بيسرق، اذا كان بيعمل اي حاجه غلط عشان يقدر يجيب ثمن المخدرات ده. كنت فين؟ كان عقلك فين؟ كان عقلك فين؟ فبجد نفسي تتقوا الله بجد. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ما يتقيش الا في امه وابوه هو بعقله، او هو حتى شارب مخدرات. لان انا بالنسبه لي شارب المخدرات زي اللي مش شارب، انت رحت شربتها بمزاجك. امك وابوك دول في حته تانية في كفه، والدنيا دي كلها في كفه بقى. عيالك وفلوسك وبيتك وشغلك كل ده في كفه، وامك وابوك في كفه تانية، وهم دايما الكفه الكسبانه. ده دول اللي انت بتترحم في الدنيا من اجلهم. فاللي بيحصل ده مش طبيعي.